وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صباح الفل يا شباب، انا عندي سؤال مهم جدا. هو اللي مش مظبط نومه بيصحى متاخر ده عايش ازاي؟ يعني بيكون احساسه ايه اول ما بيصحى؟ طبعا انا لسه مظبط نومي من كام يوم يعني، بس العوده للروتين دي كلام تاني خالص. الواحد الحمد لله بيصحى وياكل ويتمرن ويرجع ويخلص شغل ويلاقي الساعه لسه مثلا 10 ولا 11. فتحفه بصراحه. النهارده في ضيف معانا هيتمرن معايا، وهو كابتن اسلام. بسم الله. ايزي ما شاء الله. اللهم بارك، من غير شداد، دي اهم حاجه. الله اكبر، الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر. ده اللي خدناه من البنك. الراجل ده كان دايما بيتريق عليا وانا بنشف ان انا ما بعرفش العب باوزان. طب انا دلوقتي ببلك الحجه ايه؟ انا بكت. الحجه ايه؟ انا ايه اللي جابني يا عم؟ بقول لك ايه، انت عايز نجيب عده ولا نجيب قد ايه؟ هات يا باشا 8 عدات. يلا. لا ما تهزرش والله. بطل واحد. ايزي. ها 2 جميل 3 طلع النفس 4 ودي 4 كده. تمرين المفضل. سخن بس مجموعه وبعدين تشوفوا اعنف اداء بتلعب. ايزي. اكيد ايزي يعني تسخين. مفيش هاند قماش، مفيش هاند قماش. كمان عدات بقى مرتاح. يلا بينا. 4 زيهم بقى تاني. 5 ما شاء الله، دوس. 6. يلا واحده كمان. 7 1 مور. لاست 1. اطلع. خفت تسيبه صباعي يتدشمل. زمان 10 سنين بقول لك اشتري شداد وركبه. مثلا من 10 سنين ما كنتش دخلت جيم يا اسطى. انا بس بقول لك يعني، انت بتقول لي من 10 سنين ما كنتش بتمرن ساعتها. 10 سنين دي كنت شغال في سمارت. انت شغال في سمارتر. 10 سنين دي يا حبيبي كان عندي 13 سنه. من 10 سنين كان عندي 20 سنه. كويس يا عم. تمام الدكه بس. ايدي ايدي ودي ايدي ايدي ودي ايدي. ها لسه روح كمان واحد روح سيب. الفورم كانت اسهل قوي. ده دلوقتي عمال يحسب كالوري يا عم على ايه هم ايه؟ اليوم بنطلون مفتقه ودي. لازم زمان. اسالك سؤال يا صاحبي، كنت بتاكل كشري على تونه وقصب والكلام ده ولا انا كنت لوحدي؟ انا قعدت سنه من عمري اخلص تمرين اروح اكل كشري. فول ستاك ايه؟ تسخين مفاصل. المفروض ما اتكلمش وانا بلعب. ودي اوريكم اعلى في اداء ممكن يتلعب. بسم الله. انا قلت بقى تمرين من غير بري هتاثر وبتاع ولا اي حاجه. ودي الله اكبر الله اكبر. ودي التمرين ده صورته ونزلته مره واحده، لقيت فيت كله بيلعبوا، مع انه تمرين اصلا يعني من الاخر انا مع احترامي عايز جيم فاضي مش عايز زحمه. ما ينفعش في مصر. ما ينفعش غير الساعه 6 الصبح. بالظبط ما ينفعش اصلا. تعرف انا كانت مشكلتي في ايه؟ ان انا لما خلصت تنشيف وبدات ورك اوت بلان كنت عايز امشي بالتمارين بالظبط، وكنت في رمضان وعايز العب التمرين ده. انت متخيل بقى الجيم عامل ازاي في رمضان؟ وانا اقول لهم بعد اذنكم يا رجاله. ودي انا رمضان كله في المقصد كان وقت اتمرن عشان الجيم يبقى فاضي. انا عشان الجيم بعيد فقلت مش عقبال ما اجي مش هصلي التراويح، فاهم؟ ايزي ايزي
طيب يا شباب، الحمد لله خدنا تمرينه عنيفه وسريعه وجميله. وعارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 8. يعني انا عملت كل ده والساعه لسه 8 وارجع اكل الميل الثانيه، اكون كده دخلت في 1500 كالوري بقى زيهم. انا دلوقتي بدخل 3200 او ستيل بدخل 3200، حتى في رمضان كنت بدخل 3200. وزني بيزيد فمش محتاج ان انا ازود اكتر من كده. ودي حاجه مهمه تخلي بالك منها وانت بتبلك، ان انت مش بتعد سعرات وخلاص. انت المفروض تكون بتراقب نفسك وبتوزن نفسك كل يوم. دي غلطه كبيره قوي الناس بتقع فيها. هو اول حاجه تلاقيه بيوزن مثلا مره في الاسبوع، مره كل 10 ايام. لا كده كده انت المفروض تكون بتوزن ديلي وبتاخد الافرج لو انت عايز تمشي صح. يعني مش عايز تمشي صح وتوزن بالاسبوع، مش نهايه الدنيا، الموضوع بسيط يعني. حلو بوزن ديلي وباخد الافرج، بلاقي ان انا دايما متوسط الزياده في الاسبوع ممكن 200 جرام، ممكن 300 جرام. ممكن حد يشوف ان ده قليل جدا، يعني انت بتزيد 200 جرام بس، انت المفروض تزيد اكتر من كده. ولكن خليني اصدمك واقول لك ان ده معدل ممتاز. اسهل على الواحد ان هو في الشهر يزيد 6 7 كيلو، سهله جدا وعملتها قبل كده. بس يا باشا ميه، واول ما تنشف كلها تنزل وتكتشف ان انت سبحان الله انت رجعت زي ما كنت. وعلى فكره في ناس كتير قوي بتجيلي بعد ما تشترك معايا يقول لي يا كوتش انا خدت بالكنج طويل ولما نشفت رجعت لنفس الوزن. ما هو عشان كده يا حبيبي، عشان انت كل اللي انت كنت قاعد تعبيه ده ميه ميه ميه. فانت كده يا باشا قررت انك تبدا تنشيف، سحبت الميه رجعت زي ما انت. طيب يا جماعه، انا في حاجه لازم اعترف بيها. انا كشادي انا عمري ما لقيت نفسي وعمري ما حبيت الشيبسي والبافس والكلام ده. يعني انا مش بلاقي نفسي فيه، ومش عشان انا بقى راجل هيلثي وعامل دايت والكلام ده، لا انا اصلا مش بحب الشيبسيات. يعني انا نادرا لما اروح كشك اجيب حاجه. فانا نقطه ضعفي عامه، يعني انا طبعا اكلي الاساسي هو الرز والفراخ والكلام اللطيف ده، وتمام بحب الاكل ده واتعودت. فاصلا فكره ان انا اروح من نفسي مثلا اجيب شيبسي او ابوظ دايت على شيبسي او اي حاجه من الكلام ده، لا مفيش. نقطه ضعفي عامه اي حاجه فيها سكر، براونيز، كوكيز، دوناتس، الكلام ده انا بعشقه بالمعنى الحرفي يعني. بس طبعا بكون ماسك نفسي عشان الدايت. المهم بقى لي فتره كبيره، يعني مثلا مش اللي هو يومين ثلاثه، لا بقى لي مثلا 3 شهور بعشق الفلامينكو. جربته مره، انا اصلا بطبعي مش بجيب حاجه، فصاحبي عزم عليا فقلت له يا حبيبي، قال لي طب دوقه بس، قلت له يا عم حبيبي مش عايز. قال لي طب دوقه. كان اللي هو الفلامينكو السويت بينتس اللي هو لونه بينك ده، لونه بامبي كده. من ساعه ما جربته وانا مش عارف ابطل اكله. المهم ان انا كنت في تنشيف وفي اخر تنشيف، طبعا الكلام ده مهم جدا في اخر تنشيفك، حاجه زي كده فيها صوديوم خليك تحبس ميه، انت المفروض تكون بتتابع الكلام ده. انا مش لابس المايك فانا مش عارف الصوت واضح ولا ايه، بس اتمنى انه يكون واضح يعني. فالمهم انت يا جماعه انتوا واخدين بالكم ان التحدي ده ابتدى يقول كده ولا ايه ولا مفيش؟ ماشي نعتبر انه مفيش، بس يعني ابتديت تحس ان في بدايه دقن بتطلع. المهم من ساعه ما دقته وهو عاجبني جدا بقى، وانا في التنشيف كل يوم نفسي اكل، وكنت اقول خلاص استحمل. من ساعه بقى ما بدات بالكينج، مش هقول ديلي عشان ما ابقاش كداب، بس على الاقل كل 3 ايام اجيب كيس، بعشقه. انا دلوقتي خلصت جيم، طبعا رايح اكل الوجبه في البيت جاهزه، قلت لحد ما اخلص الجيم اكل كيس الفلامينكو ده. والله لفيت على 3 سوبر ماركتات ومش لاقيه، وحاليا وانا ماشي في الطريق عيني هتقعد ترمي كده ايه على اي كشك، لو لقيته فيه والله اوقف وانزل اجيبه. في كشك جاي وانا حاسس كده ان انا شايف فلامينكو. فلامينكو بينك والاورنج والاصفر والبامبي تحت اهو. بس كده ده انا لفيت لفه عشان الاقيه، كل ما اروح لحته اقول لي خلصان. فلامينكو وراك. انا دلوقتي هوريكم لايف هاك مفيش حد يعرفه. لو انت عايز تاكل شيبسي او عايز تاكل اي حاجه، سندوتشات، وجبات كده ومش عايز مثلا تخليها جنبك وانت سايق، بس طبعا ده غلط يا جماعه، انا ما بقولش ان ده صح، محدش يعمل كده. بس لو خلاص بقى انت بتاكل وانت سايق، فبدل ما تخلي حاجه جنبك خليها كده اهو، واربط عليها الحزام بحيث انت تقعد تاكل وتفضل سايق، والموضوع عادي جدا. لايف هاك. صحيت واتمرنت وكلت ميل كمان، بقيت كده واكل 2000 كالوري، والساعه دلوقتي 12 الظهر، يعني انا بقيلي 1200. يعني لو عايز ازود اقدر ازود مرتاح. بالكنج ايه اللي صعب يا جماعه؟ ما تصحوا بدري. مش بس كده، الحمد لله انا سلمت كميه بلانز للعملاء قد كده. قلت اطلع ارتاح شويه بقى وامسك الموبايل. سلمت حوالي 13 كلاينت يعني جداد البلانز بتاعتهم خلال الساعتين الثلاثه دول، فمعدل ممتاز يعني الحمد لله. بس شكلي كده هنام ساعه، وشكلي كده الفلوج هينتهي هنا، لان انا هروح كام مشوار ومحتاج اغير، مش هعرف اسحل نفسي بقى في فلوجات. السلام عليكم. لا ثانيه واحده، يعني انا كده يا شباب واحده كده
اتفقت معاكم ان انا بنزل فلوجات سبت وتلات، مفيش سبت ولا تلات ما نزلتش فيه فلوج. اتفقت معاكم ان هي بتنزل في ميعادها، بتنزل في ميعادها حرفيا، يعني مفيش احلى من كده. مش بس كده، فلوج تمرين ونصايح وبتاع ومروق عليكم خالص. فكل اللي انا طالبه منك بس يعني انت اتفرجت على الفلوج لايك اعمل كده بس، الموضوع بسيط. فيا شباب اللايك بيفرق بجد، يعني انت ممكن تشوف ان هو حاجه تافهه ولكن بالنسبه للكونتنت كريتور يعني بيفرق جدا. فلو انت بتستفيد من الفلوجات بس كده تمام.